اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الفورمة. فيديو النهارده هتكلم فيه عن لاعب من افضل اللاعبين اللي كانت سابقة لعصرها. اتشهر بسبب شجاره مع ارنولد في مستر اولمبيا 1980. ده غير انه كان مشهور هو واخوه راي منذر كاشهر اخوات في عالم كمال الاجسام خلال عصرهم. بطل فيديو النهارده هو مايك منذر. مشاركة أرنولد في مستر أولمبيا 80 وحصول مايك منذر على المركز الخامس كانت سبب في اعتزاله وسبب تدميره بالكامل. من عام 1975 لعام 1980 أرنولد توقف عن المنافسة بسبب انشغاله بالتمثيل. ابتعاد أرنولد عن المنافسة أتاح الفرصة لكتير من اللاعبين إنهم ينافسوا على لقب مستر أولمبيا. مايك مونزر كان واحد من اللاعبين اللي كان من المتوقع إن هم هيحصلوا على لقب مستر أولمبيا 80، خصوصا إن أرنولد متوقف عن المنافسة. أثناء سفر اللاعبين للمشاركة في مستر أولمبيا 80 أرنولد كان متواجد على الطائرة مع اللاعبين بحجة إنه مسافر يغطي أحداث البطولة. أثناء صعود اللاعبين على المسرح كانت المفاجأة إن أرنولد مشارك في البطولة. مستوى أرنولد كان ضعيف جدا وتلقى أكثر من إنذار بسبب عدم التزامه بالأوضاع المطلوبة منه. النتيجة كانت صادمة لكل اللاعبين لما تم إعلان إن أرنولد حصل على اللقب السابع ليه. فوز أرنولد كان سبب في اعتزال مايك مونزر، وحصل بينهم مشادة وشجار. مايك منذر قال له لن أنافس مرة أخرى وسأعتذر المنافسة بشكل نهائي. وفرانك زين ما شاركش في مستر أولمبيا 81 بسبب فوز أرنولد. مايك منذر من مواليد 15 نوفمبر عام 1951. بتبتدي الحكاية في أواخر عام 1962. مايك وقتها كان عمره 11 سنة أثناء تواجده مع والدته في صيدلية محلية بمسقط رأسه ببنسلفانيا. بجوار الصيدلية كان في مجموعة من الأكشاك لبيع المجلات والصحف. على غلاف أحد المجلات كان البطل بيل بيرل واللي كان مصدر إلهام لمايك منذر. مايك وقتها طلب من والدته شراء مجلة وابتدى يقرأ كل كلمة في المجلة. في المساء طلب من والده يشتري ليه مجموعة من الأوزان، وبالفعل اشترى ليه مجموعة من الأوزان. ابتدى مايك التمرين لمدة عام. والد مايك عندما رأى ابنه حابب التمرين اتصل بأحد أصدقائه واللي كان عنده صالة رياضية وطلب منه إنه يمرن مايك ويشرف على تمرينه. في عام 1965 أقيمت أول مستر أولمبيا في التاريخ واللي حصل عليها لاري سكوت. صديق والده وقتها خد مايك لمشاهدة مستر أولمبيا. كان إنجاز كبير في حياة مايك كطفل إنه يشوف لاري سكوت وهو بيتوج بأول لقب لمستر أولمبيا. بعد عودة مايك للمنزل كتب على غلاف المجلة من الداخل: مايك منذر مستر أمريكا 1972، مايك منذر سيد الكون 1974، مايك منذر مستر أولمبيا 1976. مايك منذر كان شخصية سابقة لعصرها، حتى وهو طفل كان متفوق جدا، وده كان بسبب والده اللي كان ليه تأثير كبير في حياته. كان دايما بيشجعه على التفوق ومقابل تفوقه كان بيجيب له هدايا. في عام 1985 توفى والد مايك. وفاة والد مايك كانت صدمة كبيرة في حياته. في عام 1969 وفي سن 18 سنة كانت أول مشاركة لمايك منذر في بطولة السيد لانكستر. حصل وقتها على المركز الأول. في عام 1970 التحق بالقوات الجوية لمدة 4 سنوات. كان بيتمرن وقتها 6 أيام في الأسبوع لمدة 3 ساعات. في عام 1971 كانت أسوأ هزيمة في تاريخ مايك منذر، حصوله على المركز العاشر في بطولة مستر أمريكا واللي حصل عليها كيسي فيتور. بعد انتهاء العرض اقترب كيسي من مايك وأخبره إنه موهوب وراثيا، وأعطى له رقم أرسل جونز صاحب نظام HIT. أرثر كان مخترع أجهزة رياضية وكان معروف بنظام تدريبه عالي الكثافة، واللي بعد كده تم تطويره على يد مايك منذر واللي اتبعه بطل مستر أولمبيا 6 مرات على التوالي دوريان. تم التواصل بين مايك وأرثر جونز واللي ابتدى يعلم مايك كل مفاهيم البناء العضلي. مايك وقتها أدرك إن معلوماته محدودة بالنسبة لمعلومات أرثر جونز. في عام 1971 تعرض مايك لإصابة في الكتف وتوقف عن التدريب. خلال فترة الإصابة التحق بالجامعة لدراسة الإحياء والكيمياء والرياضيات. بعد فترة دراسة حوالي 3 سنوات تقريبا ترك الجامعة مدرك إن الموضوع غير مناسب له. شارك بعدها في العديد من البطولات. أفضل إنجاز ليه حصوله على المركز الأول في بطولة مستر أولمبيا 79 فئة الوزن التقيل. قبل عام من مستر أولمبيا 80 ابتدى مايك في تناول أحد المواد المنبهة المحظور تناولها. صرح وقتها إنه بيتناولها ليس بغرض الترفيه. مايك ما كانش مدرك الآثار الجانبية للمادة اللي كان بيتناولها.
بدأ مايك في التعب لدرجة إنه ما كانش بيقدر يرفع دراعه وطول الوقت نايم في السرير. وصف وقتها شعوره إنه على وشك الموت. في صباح مستر أولمبيا 80 تعافى مايك وأصبح جاهز للمنافسة. مايك منذر خلال فترة تمرينه المكثفة وتطويره لنظام HIT وصل لكثافة عضلية اعترف بها الجميع إنه هيكون بطل مستر أولمبيا 80. مع إعلان مشاركة أرنولد في مستر أولمبيا 80 حصلت بين مايك وأرنولد مشادة. بسبب هذه المشادة اتحاد ال IFBB وضع مايك في القائمة السوداء. بعد عامين من انتهاء مستر أولمبيا 80 وإدراج مايك في القائمة السوداء لم يكن لمايك أي دخل. في منتصف 1983 تمكن من إيجاد دور كمحرر في مجلة كمال أجسام. للأسف مايك ما زال مستمر في تناول المواد المنبهة. كان بيسهر لمدة 3 أيام من أجل كتابة المقالات للمجلة. في عام 1985 توقفت المجلة عن النشر. كانت خسارة كبيرة لمايك وخسارة أكبر وفاة والده. في نفس العام تركته خطيبته. 3 أحداث صعبة في حياة مايك منذر وما زال مستمر في تناول المخدرات. تم نقل مايك للمستشفى لأكثر من مرة. كان مدمر نفسيا. خلال فترة تعبه ما كانش بيسأل عليه حد غير كاتب كبير في مجلة فليكس وأحد صديقاته كانوا بيدعموه نفسيا وماليا. في عام 1990 أقسم مايك إنه يتغير ويعود للمسار الصحيح مرة أخرى. عمل في جولدز جيم كمدرب شخصي وابتدى يصنع اسم لنفسه. في عام 1999 راي منذر الأخ الأصغر لمايك والحاصل على لقب السيد أمريكا عام 1979 بدأ في تلقي عملية الغسيل الكلوي وكان على قائمة انتظار عملية زرع كلى. المتبرع كان الشقيق الأكبر مايك منذر. أثناء فحص مايك تم اكتشاف إن مايك بيعاني من مشاكل خطيرة في القلب وعملية الزرع مش هتنفع. انتقل مايك وراي للعيش مع بعضهم. في يوم الأحد 10 يونيو 2001 مايك وراي كانوا سهرانين للعمل على نظام HIT. تحول مايك إلى السرير ونام لفترة طويلة. راي كان معتقد إن أخوه مايك نايم بسبب الإجهاد والسهر. للأسف مايك توفى بسكتة قلبية. بعد 48 ساعة رفض راي تلقي جلسة الغسيل الكلوي وتوفى في نفس الشقة بعد وفاة مايك بحوالي يومين.